مساء الخير عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنتكلم فيها عن صفقات النادي الأهلي. هنتكلم عن تفاصيل كتير تخص الصفقتين، صفقة بن شرقي وصفقة ديريك كوتيسا. وهنقول طبعا الابديتس الجديدة اللي حصلت. بس قبل ما نبتدي بأي حاجة ما ننساش ندعي لإخواتنا في فلسطين، وندعي لإخواتنا في السودان ولبنان وكل الأمة العربية يا رب العالمين. اللهم ارحمهما يا رب العالمين، واللهم انصرهم ان شاء الله على اللي ما يتسموش بإذن واحد أحد. وما ننساش طبعا نعمل سبسكرايب للصفحة ولايك للفيديو عشان يوصل لنا كل جديد، ونفعل زر الجرس. طبعا كلمت الفيديو اللي فات عن الصفقتين، وقلت ان الصفقتين خلاص هما كانوا على ابواب النادي الاهلي، وده فعلا كان هيتم. بس طبعا حصل تغييرات في الصفقة. بن شرقي كان ماضي إلكترونيا مع النادي الأهلي، وبن شرقي كان إدارة النادي بن شرقي كلمهم وقال لهم أنا مستغني عن الست شهور اللي باقيين في عقدي، وممكن إن احنا أفسخ نتنازل عن مستحقاتي ومفيش مشكلة. طبعا إدارة النادي كانت موافقة، لكن فوجئنا بأن المدرب كان محتاج اللاعب، واللاعب اصلا زي ما احنا عارفين ان هو مصاب. وحتى بن شرقي كلمهم وهو كان مستاء ومتضايق، وان هو كان الاداره كانت وعداه بفسخ التعاقد. لكن طبعا حصل زي ما قلت لكم التغييرات اللي قلت لكم عليها، وهو حاليا بن شرقي مستاء ومتضايق بسبب المشكله دي، ان هو عايز يرجع ان يلعب في النادي الاهلي. طبعا لحد دلوقتي لسه ما نعرفش التطورات اللي هتحصل ايه لحد النهارده. دي اخر الكلام اللي حصل، ولحد النهارده بن شرقي بيحاول جاهدا ان هو يلعب في النادي الاهلي. الراجل حتى قال لهم انا لو رجعت لعبت انا مش هكون بالمستوى اللي انتوا شايفينه، لان انا مش هقدم اي حاجه جديده مع النادي. ما بحبش يعني بمعنى اصح ان انا العب وانا نفسيا مش مرتاح، او نفسيا مش كويس. مش هتستفادوا مني حاجة. ده طبعا بالنسبة لصفقة بن شرقي. طبعا الصفقة التانية صفقة ديريك كوتيسا. صفقة ديريك كوتيسا اللي تم او اللي حصل ان الراجل طبعا دلوقتي في تعاقدات بين النادي الاهلي وبين الراجل، بان هو النادي بيحاول جاهدا ضمه. في يعني في خلافات على الامور الماديه، وفي خلافات ان هو رينيه فايلر مانع ان هو يبقى في النادي الاهلي. طبعا من ضمن الاسباب او من ضمن الحاجات اللي مخليه ان هو ما يكونش موجود هي التفاصيل الماديه. في كلام اتقال ان اللاعب رافض ان هو يلعب في النادي الاهلي. الكلام ده عاري تماما من الصحه، بالعكس اللاعب مرحب جدا ان هو يكون موجود في النادي الاهلي. لكن طبعا النادي هو اللي مانع ان هو يكون موجود مع النادي الاهلي. النادي الاهلي حاول جاهدا واتكلم مع اداره النادي وقال لهم طب احنا ممكن انتوا كده اللاعب بقيله 6 شهور في عقده، وممكن يبقى معايا فري بعد ال6 شهور، فممكن ان انا ادفع تمن ال6 شهور ده ونستفاد بيه، لان انتوا كده مش هتستفادوا بيه حاجه. لان طبعا النادي السويسري اللي بيلعب فيه طبعا انا مش فاكر اسمه ايه. فطبعا إدارة النادي قالت إن إحنا بننافس على الدوري، فالنادي الأهلي رد قال إن انتوا مش هتستفادوا حاجة من ال6 شهور اللي باقية، ممكن إحنا ندفع تمن ال6 شهور واللاعب يكون موجود في النادي الأهلي. لحد دلوقتي ده الكلام اللي تم. طبعا لسه لحد دلوقتي في محاولات بضم اللاعب. طب ايه اللي هيتم في الوقت الحالي؟ اللي هيتم ان ممكن وارد جدا جدا ان النادي يأيد علي معلول، وهيبقى طبعا كده لو بن شرقي طبعا هيجي هو وديريك الاتنين اللي قلتلكم عليهم، فكده هيبقى طبعا امل ان علي معلول يتأيد في القايمة هيبقى بعيد. طب لو في حالة ان ضم لعيب من الاتنين لعيبة منهم كمان، اهم حاجة ديريك، هو ديريك اهم حاجة بالنسبة للنادي الاهلي دلوقتي ان هو يتضم.
لكن بالنسبة لبن شرقي، لو في حالة بن شرقي ما بقاش موجود، فالحالة دي هيضموا علي معلول وهيتقعد في القايمة. حتى كابتن محمود الخطيب وكابتن محمد رمضان اتكلموا مع كابتن مارسيل كولر عشان خاطر يقنعوه بضمه، بس طبعا مارسيل كولر رافض تماما فكرة التأييد. في حاجة طبعا خلال الفترات الأخيرة ديت تابعنا إن في بيانات تمت. طبعا بالنسبة لبيانات النادي الزمالك، بيانات نادي بيراميدز، أنا مش عايز أتكلم طبعا في حتة التحكيم، لأن التحكيم تحكيميا نادي الزمالك أكتر واحد بيتسند تحكيميا، والدليل إن في أول الدوري بالفضيحة اللي تمت على العلن من كابتن محمد عادل، واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، فضيحة الفار. طبعا ده غير فضيحة نادي ماتش سموحة لما كان برضو ماتش الزمالك وسموحة. فكمية الفضائح التحكيمية استغربت جدا من بيان نادي الزمالك ان هو بيطالب بخبير اجنبي، رغم ان لما كان موجود خبير اجنبي كويس وكان راجل بيسرد كل الحالات التحكيمية اللي هو كلاتنبرج. راجل طلع وطعنوه في شرفه، والراجل طلع طعنوه وفضحوه وقالوا له انت مش عارف بيحصل ايه عندك في الفندق، مشاكل كتيرة جدا، والراجل راح فضحنا في الفيفا وعمل مشاكل كتيرة جدا. فانا مستغرب من البيانات اللي بتتم دلوقتي، سواء من بيراميدز لما اتكلموا عن المهاجم الجديد ان هو ما كانش متأيد. الراجل يا جماعة اتأيد، والراجل خد الكارنيه، والراجل والنادي الاهلي دفع الرسوم، وكل حاجة كانت ماشية بصحة 100%. لان دي اكيد حاجة مش هتعدي على النادي الاهلي كده، يعني كون ان انا اشارك لاعب وهو مش حاجة، يعني الاوراق او الاجراءات بتاعته مش سليمة، دي حاجة تضرني انا اكتر كنادي. هو ممكن بقى لو في موظف ما عملش شغله، ممكن بقى الموظف هو اللي يتحاسب، لكن انا كنادي اهلي انا مشيت بصحة الاجراءات، ما عنديش مشكلة. الحالات التحكيمية اللي بيتكلم عنها نادي الزمالك، انا شايف ان البيان اللي انت منزله يعني عيب ان انت تنزل بيان زي ده، ان انت اكتر واحد اصلا كنت عندك فضائح تحكيمية في اول السيزون اصلا. فدي حاجة بالنسبة لي انا مستغربها جدا يعني. بس ما علينا، يعني دي عادة جمهور كوكب البليلة الشقيق. طبعا عايزين نشوف ايه اللي هيتم. طبعا مستنيين تطورات جديدة بالنسبة للصفقات. اتمنى طبعا ان يكون في سرعة لاتمام الصفقات، لان انا شايف ان ضياع الوقت ده مشكلة كبيرة جدا، خاصة ان القيد خلاص. يعني احنا النهاردة 28، فاضل 3 ايام على القيد الافريقي، والقيد المحلي خلاص هيبقى في الشهر الجاي تقريبا على يوم 8 او يوم 10. في دي هتبقى مشكلة كبيرة جدا. فأتمنى النادي الأهلي يحاول يكثف مجهوداته عشان خاطر يضم الصفقات الجديدة. بالذات النادي الأهلي محتاج يعني أقل حاجة، يعني أنا راضي بجناحين، يعني حتى خلاص يعني جناحين بالنسبة لي هيبقى الموضوع بالنسبة لي هيبقى مرضي جدا. طب ليه راضي بالجناحين؟ لأن الجناحين من وجهة نظري هيفرقوا كتير جدا عن النادي الأهلي، هيفرقوا كتير جدا مع النادي الأهلي، خاصة إن أنت النهاردة ما عندكش في القايمة غير وينجين محليين، هو حسين الشحات وطاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر في كلام اتقال من كابتن احمد شوبير على برنامج بتاعه حارس الاهلي ان الراجل فيه تطورات، ان هو خلال اسبوعين هيرجع يشارك في التدريبات الجماعية، وهيبقى فيه أو مش هو شارك في التدريبات الجماعية تقريبا، يعني هيبقى فيه تحسن بأنه يقدر يشارك في المباريات بشكل عادي هو وأشرف داري. الثنائي ده في تطورات ان هم خلاص قربوا ان مشاكل الاصابات دي تتحل. انما طبعا بالنسبه لياسر ابراهيم في كلام اتقال انه غيابه هيبقى 4 اسابيع، موضوع هيبقى 4 اسابيع وممكن اقل. ده الكلام اللي قاله كابتن احمد شوبير. فاتمنى طبعا زي ما قلت لكم، اتمنى كمان ان احنا نهتم في الموسم ده بان يبقى معانا جهاز طبي محترم، لان احنا بقى عندنا القايمه بقى فيها مصابين كتير. اما نيجي نبص على القايمه في كريم فؤاد، طبعا علي معلول، في رضا سليم، طبعا
في لعيبة كتيرة جدا دلوقتي، هو ياسر واشرف وطاهر. في لعيبة تانية برضو مصابة. آه، مين تاني مصاب؟ يعني انا شايف ان في لعيبة كتيرة على فكرة مصابة، بس مش فاكر اساميهم لان القائمة بتاعت الاصابة دي كتير جدا. طبعا يحيى عطية الله مصاب. محمد هاني خلاص رجع من الإصابة. فأتمنى يبقى في سرعة في حتة إن أنا أكثف مجهوداتي شوية، وأقدر أبني فريق كويس ويبقى معاهم جهاز محترم، سواء جهاز طبي جهاز بدني. إنما لحد دلوقتي أنا شايف إن إحنا بنتعاقد مع صفقات. طبعا ده مهم بالنسبة للفريق ومهم بالنسبة لنا احنا كجماهير، بس اتمنى برضو ان احنا نضم جهاز طبي محترم، لان الموضوع الاصابات ده ابتدى يتطور بشكل غير طبيعي. اللعيبة اصاباتها بتبقى كتير ومدتها بتبقى اطول، وده بيأثر على حالة الفريق وبيأثر على السكواد بتاعك، وبتبقى مشكلة بالنسبة للمدرب ان هو لما بيجي بيشوف الدكة بيلاقي الدكة فاضية. فأتمنى طبعا ان احنا نكثف مجهوداتنا في حتة الجهاز الطبي. دي بالنسبة لي دي علامة بصراحة. طبعا نكتفي بهذا القدر، وطبعا لو في اي تطورات بالنسبة للصفقات طبعا هطلع اقول. انا مستني طبعا، حتى انا قاعد في كمية فضول اعرف مين الصفقة الاجنبية اللي جاية. مستني السرينة اللي هو لحد دلوقتي يعني مفيش اي جديد، بستنى يتعلن عن الصفقة. فأتمنى بسرعة إن احنا نلحق نعلن عن الصفقات اللي جاية. لحد دلوقتي كده أكتفي بهذا القدر. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللي جاي، وانتظروني في فيديو جديد بإعلان الصفقة. أستودعكم الله. السلام عليكم.